يا طيبة الكيلو مرخص على كم؟ أهلا وسهلا جمهورنا العزيز. طبعا اليوم كان آخر يوم لمسرحية ضيقة بوخميس، وشهدت حضور جماهيري قوي ما شاء الله. أحدى الجماهير الخارجة من المسرح، كيف كانت المسرحية اليوم؟ المسرحية صراحة جميلة جدا وشيقة وفيها أهداف حلوة، يعني فيها رسائل أيضا حلوة، والشباب فردا كل واحد قام بدوره. أنا عن نفسي تمنيتها ما تخلص، ومستمتع في قمة الراحة وفي قمة الاستمتاع، وأتمنى لهم كل خير والتوفيق والتقدم والازدهار وللأمام إن شاء الله. الحمد لله إن شاء الله بإذن الله تعالى، بإذن الله. الله يعطيكم العافية. يا أبو زايد. أيوة معاك. أنا على بالي مصور لحم مقلع. يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله، نورتنا. كيف كانت المسرحية اليوم؟ والله مسرحية جميلة ومسرحية رائعة، وصراحة في نقلات جميلة فنية، في رسالة لمجتمعنا. وأنا أشكر فريق مشكل لأمانة، أدوا مسرحية أنا صراحة استمتعت فيها، وشفت إن أداء في ممثلين جدد، في ممثلين قدامى، ولكن حسسك إنهم خلية واحدة وأعطونا رسالة كبيرة جدا. وأنا أشكرهم وأقول لهم استمروا إلى الأمام بإذن الله، أنتم سباقين بإذن الله. بإذن الله، مشكور. أنت مدفون في عودة الماضي. إيه؟ استغفر الله رب العالمين، استغفر الله رب العالمين. والله لو لك وقاع عيون على فكرة. وسهلا فيش، نورتينا، حياك الله. عايشك، ميرسي بيان، الله كيف يخليك. المسرحية اليوم؟ إن شاء الله عجبتك. صراحة حلوة برشا، استمتعنا، ضحك برشا، حاجة جديدة، أبدعوا بصراحة، أبدعوا كثير. يعطيهم الصحة والله. لو تنعاد المسرحية راح تحضري مرة ثانية؟ أكيد 100%. إن شاء الله، مشكور، الله يخليك، نورتينا. شكرا. وبعدين أنت إيش اللي دراج إنه أنا صرت مدير؟ مفيش حاجات بتتخبى على السوس. بيكون داخلة مع حد من مواد البلاد حطتش في جروب. لا والله. كيف المسرحية اليوم؟ إن شاء الله عجبتك؟ والله أول شيء بسم الله ما شاء الله ما قصروا الشباب، كانوا مبدعين في وجوه جديدة في المسرح. إن شاء الله نشوف وجوه أكثر من كذا في مسرح أبو ظفار، والله يوفق الجميع إن شاء الله. إن شاء الله، مشكور. كيف شفت المسرحية اليوم؟ يا هلا وسهلا ومرحبا. أولا كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر، وطبعا أنتم حييتوا العيد بعوامل جدا كثيرة. المسرحية تواجدها في أيام العيد هو العامل الأساسي والأثر الإيجابي، خاصة أنه نحن تعودنا في محافظة ظفار أنه المسرحيات ما تتواجد في هذه الفترة بالذات، لابد أنه نحن ناخذ العامل الإيجابي. مسرحية ضيقة بوخميس لها أهداف، ومن ضمن الأهداف الرسالة اللي توصل للمجتمع أنه لابد أنه نحن نحيي المسرح أيضا في عيد الفطر وفي المناسبات من فترة إلى فترة، ما يقتصر على شهر رمضان، ما يقتصر على الخريف فقط. لذلك المسرحية جدا مميزة، تحمل أسماء جميلة لها شأن كبير في المسرح الظفاري أو المسرح العماني بشكل كبير. وقع، تحرك بسرعة. زين تحرك، ما قلت لك شيء، تحرك ولو كان بسرعة، تحرك باقي ثلاث شوف.